السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويفتح لنا ولكم أبواب الرزق أينما كنتم وأينما نكون. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني كتير كتير. تعالوا بقى كده يا صحابي نبدأ يومنا بالصلاة على النبي، ونبدأ اليوم كده من أوله بنشاط وحيوية، ونشوف ايه اللي ورانا. أما هي الأم الشاطرة اللي تقوم تشوف بيتها وعيالها. تمام كده. بس ما تنسيش بقى في الاول كده في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد يا حبايبي. بحبكم في الله يا اغلى متابعين. النهارده هنبدا يومنا بقى ايه. انا قمت بدري كده قبل الحر، انتوا عارفين الجو بيبقى حر موت قوي ودرجات الحراره مرتفعه قوي الايام دي. نزلت جبت شويه الطلبات دي اللي انا محتاجاها، وقلت اطلع بقى اعمل كوبايه قهوه اقعد اشربها علشان ربنا يعيني بقى على اللي انا هعمله. تمام كده. قومي كده تنشطي، اعملي كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، كوبايه حاجه ساقعه، اللي انت بتحبي تشربيه اشربيه. وقومي بقى ايه شوفي ايه اللي وراكي. طبعا اليوم بيفوت بسرعه، والحر والنور اللي بيقطع ده، فبنبقوا عايزين نخلص حاجتنا بدري بدري. تمام كده يا حبايبي. انا قلت بقى اخش على الاوضه دي. الاوضه دي يا حبايبي احنا بنقعدوا فيها اكتر الوقت، احنا قاعدين فيها، هي اوضه الليفينج. الليفينج طبعا عيالي بيسهروا فيها الصبيان بالليل، واحنا انا وبنتي بقى بنناموا هنا او كده او قاعدين فيها. فهم دول اكتر اتنين هتلاقوني ان انا بروقهم معاكم على طول. الريسبشن بعمله بس كل فتره. اوضه النوم بتاعتي ما بعملهاش برضو كتير، وبعملها مع نفسي. تمام كده، لان احنا ايه ما بتتبهدلش اكتر زي الاوضتين دول. تمام كده يا حبايبي، يا رب تكونوا فاهميني والمعلومه واصله لكم. غيرت بقى هنا الملايات وسبت بنتي بقى شالت المشاية وسيقت الأوضة ومسحت الكومودينو والتلفزيون والمراية وكل حاجة مسحتها هي، وسيقت الأرض. وانا بس عدلت السراير كده معاكم، وقلت برضو ايه اروح اشوف اوضه الركنه واعمل برضو الاكل. هنا بقى قلت احط الاكل ده على النار واروح اشوف ايه حاجه تانية. بقيت بعمل هنا وهنا والله يا بنات، والجو كان حر موت، وهتلاقوني على اخر وقت النور قطع، بس الحمد لله. هنا بقى نعمل احلى طبق مسقعه جميله. النهارده احنا جايبين سمك بوري شوي، فنعمل بقى ايه طبق مسقعه كده جميل قوي. يا ريتكم يا بنات تجربوا الطريقه دي، حلوه قوي قوي. بصي، ولا تضربي طماطم في الخلاط ولا اي حاجه، هم طماطمتين قطعتهم حتت صغيره، وهتشوفوني وانا بعملها في ثانيه كانت خلصت. يعني دي ما خدتش معايا بالظبط 5 دقايق 7 دقايق. تمام كده. بصوا بقى هنا، هو انا كنت مقشره بطاطس كتير عشان ابني الحله اللي فيها الصلصه دي، ابني هياكل مكرونه وبطاطس محمره، بياكلش السمك طبعا انتوا عارفين. وانا وبنتي وابني التاني اللي هناكله ايه السمك. تمام. ما هو كده احنا ما بنتفقش في البيت على اكله واحده، لازم كل واحد ليه اكله معينه كده. ربنا يرحمني والله. هنا بقى انا جبت ايه، قلت بقى قليت البتنجان والفلفل والبطاطس هنا شويه صغنطوطين كده على في الطاسه ديت، وفي الحله دي قلت بقى ايه اسبك التسبيكه بتاعه المسقعه. معلقه توم محترمه كده بحبه زيت، وحمرت قمت حاطه شويه خل، ونص معلقه صلصه معلبات، والطماطمتين اللي انا قلت لكم قطعهم حلقات حتت صغيره، مش حلقات، حتت صغيره. تمام كده حبايبي. الفلفل هنا بقى ايه عبال ما عملت الدقه دي كان احمر شويه، بس هو كده حلو يعني. بصوا الطماطم مخرطاها حتت صغيره اكنك بتخرطي للسلطه، بس اصغر من السلطه بشويه كمان. هتتسبك بقى. هنحط ايه بصوا انا قلت اطلع هي دي البطاطس والفلفل كله في طبق واحد، ولا هنعمل اي حاجه. انا رصيت الفلفل البتنجان من تحت، وحبه البطاطس الصغنطاطين من فوق، والفلفل. تمام كده. هحط بقى ايه معلقه صغيره سكر، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره كمون. تمام كده. واسيبها بقى تتسبك خالص، وبعد كده هرشها بقى من فوق كده، هتبقى تحفه. وفي ثانيه ما خدتش حاجه عبال ما دي اتسبكت كانت البتنجان احمر هو والفلفل. قلت بقى اغسل شويه المواعين دول واستغفروا كده وصلوا على الرسول. و يعني خلي غسيل المواعين ده او وقوفك فيه في المطبخ ان انت تستغفري كتير، وتتمني الطلب اللي انت بتتمنيه من ربنا، عشان ربنا ان شاء الله هيحققه لك يا حبيبتي. يعني طول ما انت واقفه كده خليه ورد ليكي ان انت تستغفري كتير، يعني تصلي على الرسول ده على طول كده، ما تخلوش ما يروحش من بالك يا حبيبتي. وربنا يحقق لي ويحقق لكم كل اللي انتوا عاوزينه يا رب. بصوا انا بقى غسلت شويه المواعين دول طبعا كده، هروح بقى على الليفنج اعمله بقى. حاطه هنا حاجه وهنا حاجه، والله بصوا هتلاقوني بسرعه عماله بخلص علشان النور بيقطع عندنا كذا مره في اليوم.
فبقيت عماله بخلص عشان ما يقطعش، وانا عايزه اشغل المكنسه وعايزه الدنيا تبقى نور ليا وانا بروق في المطبخ. طبعا هشغل الموبايل وهكمل بقيه الاكل. بصوا بقى، ابني قال لي ان انا نازل مع اصحابي وعايز اكل، فطبعا حطيت له بطاطس تحمر هي تتحمر والمكرونه هسلقها له، ان هو ملهوش في السمك، فانا عملت له مكرونه وبطاطس. بصوا بقى الصلصه اتسبكت وبقت جميله ازاي، كبتها عليها وتغطيها بقى هتلاقيها طريه. بصوا جميله معاكم، ولا انت هرستيها ببعض على البوتاجاز ولا اي حاجه، وبتبقى خفيفه وجميله. دي تنفعك بقى فطار، في عشاء، في غدا، جميله جدا الطبق ده. يعني الطبق ده هيقعد معانا كام يوم كده محترمين، كل يوم نطلع منه حبه كده. هنا بقى دخلت على اوضه الليفينج، طبعا كنت لسه عاملاها من كام يوم معاكم، بس قلت بقى لا اغطي بقى الركنه، العيال بيسهروا بالليل بالايس كريم والشيبسي ومش عارفه ايه، فقلت لا اغطيها بقى كده، البسها. التلبيسه دي حلوه قوي قوي يا بنات، وب 250، وانا كنت جايباها 250، ما اعرفش دلوقتي رخصت ولا ايه، بقى لها عندي سنه واكتر من سنه كمان، فجميله قوي بتحفظ الحاجه فعلا. هنا بقى قلت بقى الارض كانت متسيقه ونضيفه، بس هي عايزه تتكنس، بس ما بيقعدوش كتير يعني. هنا بيسهروا ابني بالليل وابني التاني، فما بيقعدوش كتير، فقلت اكنسها كده بالمكنسه، وعدلت المخدات وغيرت الترابيع وكده، وخليت الدنيا زي الفل، ورشيت معطر وكده، ولقيت الدنيا بقيت الدنيا زي الفل. بصي اقل حاجه ما انت بتعمليها مش هيتراكم معاكي حاجات، وهتلاقي الدنيا زي الفل على طول معاكي يا حبيبتي. اي نعم الواحد بيكسل والله ساعات وبيتعب من الحر ده، بس عارفه يعني انا ممكن اخلي بعد المغرب كده واقوم ان انا اعمل اي حاجه في البيت. ليه؟ لان ما بسيبهوش على طول متبهدل، ما بسيبش اي حاجه ورايا، علشان ممكن في يوم ابقى انا فعلا تعبانه وهلاقي الحاجات اتراكمت على بعض، فمش هقدر. فانت كده خلي كل اول باول كده. دخلت على المطبخ بقى برضو كنسته ومسحته. ابص الدنيا بقى فرشت وبقت زي الفل. بكره بقى ان شاء الله استنوا بقى روتين جامد، هعمل معاكم الريسبشن بقى والبلكونه وكده، عشان الدنيا تبقى اخر الاسبوع كده الدنيا تبقى فله، تقعدي بقى الويك اند كده والاجازه يبقى الجو حلو كده وما انتش مستهلكه. لان احنا بابانا بيجي يوم بيبقى اجازه جمعه وسبت، فطبعا بيبقى قاعد في البيت، ما بنقدرش نعمل اي حاجه، فلازم انا كده على اخر الاسبوع بتلاقيني مروقه البيت كله بيبقى زي الفل. يا دوبك اعمل بس الاكل كده وهو هنا وخلاص، ولو هنخرج ولا قاعدين يبقى الدنيا رايقه. هنا بقى شيشت بقى كده وشديت الستاير، وقلت بقى اروح اكمل بقيه الاكل، ولسه بقى هنشوف بقيه الاكل اللي احنا هنعمله. بس بقيت اخلص كده، قلت ابني يتغدى عشان نزل مع اصحابه، وانا وبنتي بقى واحده واحده كده وهنعمل الاكل وناكل. بصوا الدنيا راقت وبقت نضيفه وزي الفل ازاي. تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه يا حبايبي، وقومي كده تشجعي، وقومي روقي اوضه، روقي اغسلي اي حاجه انت عندك ساهيه عليها بقالك كام فتره يعني، فقومي خلصيها. هنا بقى بالصلاه على النبي كده وحدث ولا حرج، النور قطع. ده اللي انا كنت عماله بقول لكم عليه، هو النور قطع بقى. فطبعا انا كنت عماله بقى بجهز في الاكل، قلت لا اجي اخلص بقى جبت حته سلطه كده عملناها، وبنتي عملت شويه الرز، رز ابيض طبعا ما فيهوش اي حاجه، فهي عملته، وقلت عشان لما النور يجي نغرب بقى ناكل. هو كده بقى هنا النور كان جه. بحبكم في الله يا اغلى متابعين على قلبي، يا رب تتابعوا الفيديو على الاخر وتعملوا لي لايك وكومنت حلو زيكم. بصوا السمك بقى ملحته انا بحبه توم وحته طماطميه متخرطه وبقدونس وشويه ميه صغنطاطين خالص، وتحطيه بقى وترشي عليه وليمون. تحفه يا بنات والله. وادي المسقعه اهي الجميله. بحبكم في الله يا اغلى متابعين، يا رب اشوفكم في رعايه الله، مع السلامه.